السفر يا جماعة لها فوائد عديدة جدا، وهذه ما أكدته الدراسة، بس هي من غير دراسة معروفة. يعني الأشخاص اللي سافروا يعني يعرفوا هذا الكلام. أنت مجرد ذهابك إلى المطار هذه بحد ذاته بتشعرك بالسعادة وتخفيف التوتر والقلق عنك. أيضا الشخص اللي بيركب الطيارة بتلاقي أصلا ركوبك الطيارة بحد ذاته تشعرك بالسعادة والمتعة، بتحس حالك إنك في عالم آخر. وأنا هنا أتكلم عن السفر إلى خارج نطاق الدولة تبعك، يعني أنت من دولة معينة وسافرت لدولة أخرى، هذه بحد ذاته تشعرك بالسعادة. يعني إحنا عارفين إنه للسفر عدة فوائد أو 7 فوائد. في ناس مثلا بتسافر للعمل، في ناس بتسافر للدراسة، في ناس بتسافر للسياحة. هنا أنت راح تتعلم من السفر عدة يعني أشياء كثيرة. في ناس تتعلم من السفر أشياء كثيرة. يعني في مثلا لما أنت تسافر لدولة معينة، دولة مثلا فيها نظام وفيها أمن، أنت راح تتعلم من خلال هذا السفر، راح تتعلم النظام. يعني في مثلا دولة مثلا تمنع مثلا أنت ترمي فيها الأشياء في الأرض، فهنا أنت راح تتعلم أشياء كثيرة في هذه الدولة. فالسفر يا جماعة لها أشياء كثيرة ولها فوائد صحية. لها فوائد صحية، لها فوائد بدنية وفوائد ذهنية. من الفوائد الصحية هو تقليل الإصابة بأمراض القلب. أيضا تقليل التوتر والقلق لديك. أنت لما تقوم بالسفر راح تقلق التوتر والقلق عندك. أيضا السفر راح يساعدك إلى تعزيز أو هي وسيلة أيضا جيدة لتعزيز الإبداع والسعادة لديك. أنت لما تسافر راح تشعر بسعادة ورضا لأن أنت مسافر إلى دولة أخرى. أنا ما بتكلم عن نفس الدولة مثل ما قلت لك، لا، أنا بتكلم إنك بتسافر من دولة إلى دولة أخرى. هنا راح تشعر أنت بالسعادة، لأنه بحد ذاته اللي جرب السفر راح يشعر إن أنت لما تذهب بالمطار هذا بحد ذاته سعادة لك. أنت لما تركب الطيارة هذا بحد ذاته سعادة لك، وراح تخفف التوتر والقلق لديك لما أنت تقوم بركوب الطائرة. ركوب الطائرة راح تخفف التوتر والقلق عندك، رغم أنه في ناس بيخافوا من ركوب الطائرة، ولكن أنت لما تركب الطائرة راح تخفف التوتر والقلق لديك. فهنا بتقلل السفر، راح تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلب، وأيضا راح تقلل من التوتر والقلق عندك. هذه هي السفر. فالسفر لها متعة كبيرة جدا، وأيضا راح تساعدك أنك تتعرف على عادات وتقاليد أخرى وثقافات أخرى. هذه هي السفر.